صناعة اللعب وتسديدة من خارج منطقة الجزاء. حارس المرمى سيف يتصدى في اللعبة الماضية. كرة وفرصة عدت على المنتخب اليمني، محاولة عدت على المنتخب اليمني تحت 20 عام. تحدثنا عن النسخة الأولى التي أقيمت في المغرب، كانت تحت مسمى كأس فلسطين، وكان بطل المنتخب العراقي. محاولة فرصة إماراتية داخل منطقة الجزاء، البحث عن عرضية لكن التأمين الدفاعي حاضر. تعود الكرة هذه من الناحية اليمنى لمصلحة المنتخب الإماراتي عن طريق عيسى خلفان. عيسى خلفان انطلاقة من علي عبد الله، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا الحارس اليمني الحاضر. كرة ترسل عالية من جديد، محاولة فرصة حاضرة المنتخب اليمني، تسديدة قوية ولكن عبرت إلى ضربة مرمى. سدد الكرة الماضية، تحولت الكرة إلى ضربة مرمى. هذه التسديدة الثانية من خارج منطقة الجزاء. عبرت الكرة للناحية اليمنى، والنعم عالي 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 على هذا الجمهور الحاضر من خلال أحداث هذه المواجهة. البحث عن عرضية، ربما عرضية مرور مهاري لاعب الماضية، ولكن عدت الكرة الماضية. نقلة إلى الأمام، محاولة عيسى خلفان يسدد كرة بعيدة، تحولت إلى ضربة مرمى. معاناة من خلال الفترة الأخيرة، نعم معاناة الرياضة اليمنية من خلال الفترة الماضية، لكن بكل ذلك الألم للرياضة اليمنية عن شعب محب لوطنه مهما كانت الظروف. نعم مهما كانت الظروف. اليمني قدم جميلة حتى وصل للتقدم، حاول الإماراتي لكن لم يستطيع وصول لمرمى الحارس. أينما كنتم وأينما تواجدتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عودة مرة أخرى لإحداث هذا الشوط الثاني، صاحب الرقم 16 بالإضافة لمشاركة أحمد ومغادرة لعبة كرة ترسل ضربة مرمى. عبرت هذه الكرة إلى ضربة مرمى للمنتخب اليمني. شوف هذه الكرة التي كانت ترسل عالية، نعم، ومن ثم سيف خالد بقبضة اليد وراسية في مجموعة ضمت انجلترا ومنتخب كوت ديفوار، منتخب الساحل العاج. غادرت الإمارات من دور 16 لكن محاولة خطيرة. بسام يتصدى الماضية. كل السلامة لبسام، عن طريق مايت. أسود سبا تريد أن تزهر من جديد للمنتخب اليمني. هذا الهدف اللي يسمع صوته في حضرموت، نعم من أبها يسمع صوته في حضرموت من ضربة حرة، قد يكون صاروخ يمني، قذيفة يمنية من ضربة حرة، من كرة ثابتة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جمال يمني وأي جمال كرة. يا جمالك يا عبد الرحمن الشامي، يا روعتك يا الشامي. الرقم 10 على يسار حارس المرمى، ويسجل للمنتخب اليمني. اليمن تسجل، اليمن تتقدم مرة أخرى عبر نتيجة المباراة. المنتخب الإماراتي لاعب عمر إبراهيم أحمد، تدخل في هذه الكرة. مدافع المنتخب الإماراتي شد أعصاب ما بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وبطاقة لصاحب الرقم أحمد السوادي. لابد من الهدوء في أرضية الملعب. نعم الهدوء أمر مهم في أحداث هذه المواجهة. مساعد مع لاعب المنتخب الإماراتي. كرة خطأ ننتظرها من خلال قادم الدقائق للمنتخب اليمني. تواعد أول مصري سامي، حكم المساعد الثاني وايس عبد الله رشيد من جيبوتي، والحكم الرابع البحريني. كرة عن طريق محمد أحمد مهدي، خطيرة الثالث ولكن سيف بطريقة غريبة. كرة تعود مرة أخرى لمصلحة
المنتخب الإماراتي. هزاع الجنيبي، محاولة من هزاع، لمسة، محاولة، فرصة، لعبة، محاولة في هذه الكرة عن طريق عيسى خلفان، ما زالت مستمرة. تعادل إماراتي أو تقليص الفارق، تقليص الفارق إمارات، تقليص الفارق للمنتخب الإمارات. الابن الأصغر لإثبات خاطر كان على دور، ولكن التسجيل اللي يحضر في اللعبة الماضية عن طريق محمد خليل الحمادي. شوف عيسى خلفان بعد ذلك هذه الليدة. نعم الحمادي يسجل هدف تقليص الفارق للمنتخب الإماراتي. تقليص الفارق للمنتخب الإماراتي. محمد خليل إبراهيم الحمادي في اللقطة الماضية وعبرت لشباك، كرة ترسل إلى الأمام. أخرى، نقلة إلى الأمام، محاولة، فرصة خطيرة. الله 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 الله. جول ثالث يماني، 1 2 3. هذا اليماني يا حلاته، هذا اليماني يا جماله، هذا اليماني ما أروعه، هذا اليماني ما أحلاه. اليمن تسجل الهدف الثالث، ردة فعل، وأيوه ردة فعل يمانية. هذه القوة اليمانية اللي نتحدث عنها. هدف يماني عن طريق المبدع المتألق للفنان محمد أحمد مهدي. هذا موهبة يمانية، يماني عن طريق المبدع المتألق للفنان محمد أحمد مهدي. هذا موهبة يمانية، يماني عن طريق المبدع المتألق للفنان محمد أحمد مهدي. هذا موهبة يمانية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة الأشقر سبورت. دمتم في أمان الله وحفظه. رسميا اللاعب كريم بنزيما لاعبا لنادي الاتحاد السعودي. كريم بنزيما سوف يحصل على 200 مليون سنويا بما يقارب 802 مليون ريال سعودي، يشمل الرواتب والعقود التجارية. وسوف يحصل اللاعب كريم بنزيما في 3 مواسم على 600 مليون يورو بما يقارب 2 مليار و400 مليون ريال سعودي. وقد صرح اللاعب كريم بنزيما لجماهير نادي الاتحاد: أنا متحمس جدا للقائكم في جدة. قبل أن نصل إلى نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، ودمتم في أمان الله وحفظه.